على الجانب الاخر شوف جمهور الاهلي امبارح، جمهور الاهلي وقف مع فرقته في ماتش الزمالك، بالرغم من ان يعني كل التوقعات، كل الاراء، كل الناس الاهلاويه قبل الزملكاويه كانوا متوقعين ان الاهلي هيخسر، لان الاهلي لسه خسران من بيراميدز 3 باداء سيء جدا، الزمالك افوق، الزمالك متربع، الزمالك متقدم، الزمالك يكسب يضمن بطوله الدوري. فكل التوقعات كانت رايحه في اتجاه ان الزمالك هو اللي يكسب. فده منطقي تقول معاه ايه، ان الجمهور ما يروحش، او يا عم هيروح بس باعداد قليله. فوجئت ان جمهور الاهلي مقفل مدرجات الاهلي، وان جمهور الاهلي سنانير واعلام ودخلات وقصه في منتهى الروعه والجمال. وبقول انه جمهور الاهلي، قلتها وبكررها، كان هو المدرب في هذا اللقاء، هو اللي استنفر من اللعيبه احسن نسخه عندهم، وهو اللي خلى لعيبه الاهلي تظهر في اللقاء ده باحسن شكل ممكن، وكملوا التابلو اللي هم عاملينه في ماتش امبارح قدام امبي. شكل روعه وشكل جميل، وعارف تمتع عينك كده وانت بتفتح التلفزيون وتبص على شكل الاستاد وانت شايف الجمهور مقفل الاماكن المخصصه ليه بشكل في منتهى الحلاوه والجمال اللي في الدنيا. وهنا في جماعه نقطه مهمه قوي، احنا تعودنا على مدار فترات طويله على فكره البولاريتي ثينكينج، يعني فكره التفكير القطبي، يعني اللي هو يا يمين يا شمال. طالما جمهور الاهلي حلو يبقى جمهور الزمالك وحش، طالما جمهور الزمالك حلو يبقى جمهور الزمالك حلو، يبقى جمهور الاهلي وحش. على فكره يا جماعه الدنيا مش كده، هو ممكن الاثنين يبقوا كويسين على فكره، وممكن ده يوصل لنا معاني وده يوصل لنا معاني، وده يوصل لنا رسائل حلوه وده يوصل لنا رسائل حلوه، والاثنين يبقوا كويسين. مش لازم طالما شكرنا في حد يبقى التاني زي الزفت، او شكرنا في التاني يبقى التاني يبقى التالت زي اللي مش مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه خالص. هو في الاول وفي الاخر الواحد بيتنشأ ان يشوف بعض الممارسات الحلوه الجميله الايجابيه، سواء من لعيبه او من جماهير او مدربين او من مسؤولين في الرياضه المصريه، لانه ده لما بيحصل، ما هو ده يا جماعه اللي بيعمل دي العدوى الايجابيه اللي بتحصل. انت لما بتلاقي قدامك قدوه هنا بيتعلم بشكل كويس، بيتصرف بشكل كويس، وده واحد بيقول كلام محترم، وغيره ده بيعمل، ما هو ده المجتمع في الاخر، ما هو ده في الاخر اللي بيعمل الكالتشر او الثقافه بتاعت المجتمع، ان يبقى مجتمع راقي، مجتمع محترم، مجتمع متدين، مجتمع متربي على قيم وعلى اخلاقيات بتبان في افعاله، مش كلام بس بيتقال على اللسان، لا بيبان في افعاله وتصرفاته. فهو هي دي النقطة الحلوة الجميلة اللي أنا فرحان بيها جدا 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 من الجماهير المصرية، سواء جمهور الأهلي جمهور الزمالك، لأنه المنظر حلو، الشكل اللي امبارح تتفرج على ماتش الأهلي امبي، الجمهور مالي الدنيا. ماتش الزمالك وسموحة اللي في برج العرب نفس القصة. فاحنا بالعكس نفسنا ان كل الجماهير او الانديه الجماهيريه تبقى موجوده وحاضره، وجماهيرهم مكسره الدنيا كده ومحليه الاستاد ومحليه الفرجه على الماتشات زي ما جمهور الاهلي والزمالك عاملين خلال الفترات اللي فاتت. نطلع لفاصل